الا كنتي في كازا فراه خاصك تجرب هذا المطعم الاسباني بلمسه تطوانيه شماليه بوصفات موروثين ابا عن جد وباثمنه جد مناسبه في مكان ولا اروع بديزاين خطير. داكشي علاش بغيتكم تركزوا مزيان معايا في هذا الفيديو حيت فيه شي حوايج عمركم كليتوهم ولا شفتوهم في شي بلاصه. المطعم ديال اليوم كيجمع ما بين المطبخ الاسباني والمطبخ المغربي الشمالي، الكروكيت اسبانيول، بوكاديو شمالي، ولي بلو ساندويتشات على الانواع والاشكال وانواع اخرى من الباستيشيو وشي حاجات مختص فيهم. غير هذا المطعم باحجام كبيره وباثمنه جد مناسبه تقدر فاش تسمع الثمن ما تشيقش. المطعم سميتو الرينكون وكيتواجد في كازا نيرشور قدام لابورت سود حدا صيدليه مرجانه بالضبط. دير ديك جيمس الزوينه ديالك وبارطاجي فيديو باش يستافدوا اكثر عدد من الناس. وبسم الله على بركه الله غادي نفتتحوا التجربه ديالنا اليوم بهذا الكروكيت اللي كيجيو على هذا الشكل الذهبي الجميل اللي كيشهي ب 5 بياس ديال الدجاج ب 25 درهم والكروفيت 40 درهم، بنان وخفاف والتقرميشه حاضره مع هاد الصوصالاي اللي كانت واعره بزاف. وكيمشيو حتى في البلا كومبيني اللي كيكون فيه 5 بياس كروكيت بولي بصالاد غيس ولا صالاد ماروكان بطون ولا ليبات، وكتكون معاه حتى دومي طورطيه وهذا الشيء كامل ب 50 درهم. ونفس الشيء مع الكروفيت واللي الثمن ديالو هو 70 درهم. وهذا الشاف بوكاديو شمالي فيه سبيسيال والبولي والصوصيس والفيونداج وكيكون معاهم صوص بلونش والفلفله مشويه وكيجيو بثلاثه الاحجام الال والاكس ال والدوبل اكس ال. وانا خديت واحد دوبل اكس ال بالطون والبطاطا روسا والكورنيشو والخيزو والزيتون والخس والبصله ومطيشه ولانشون والكيتشوب والمايونيز. المذاق كان واعر بزاف والحجم ما نهضروش عليه كان كبير اللهم بارك. وبطبيعه الحال كيقدموا معاه حتى الفريت اللي كانت في ميزون ناشفه من الزيت، ولكن المفاجاه هو الثمن اللي كان 35 درهم. وندخلوا على هذا الساندويتش كروفيت اللي كيكون طيب بالفلفله والبيض اومليت وكيجي حتى هو بثلاثه الاحجام الاكس ال ب 45 درهم والدوبل اكس ال ب 60 درهم. وهذا اللي خديت كان الال ساندويتش كان عامر بالكروفيت اللي كان جديد وطري لدرجه انك كتشم فيه ريحه البحر. اما البنه اللي فيه كانت واعره بزاف وفاش سولت قالوا لي باللي السر في الوصفه وطريقه الطهي. والساندويتش كان ناضي وكنصحكم الا مشيتوا تجربوه. اما الثمن ديالو فراه 35 درهم. ونسيت ما قلتش لكم باللي راه كيقدموا معاه حتى الفريت. واجا الشاف شوف معايا هذا البلا بولي باني اللي كيتقدم بهذه الكميه والشكل الرائع بالبولي باني وديك الصوص اللي الاختصاص ديال المطعم واللي ما عمرك ما غادي تذوق بحالها في شي بلاصه اخرى. وانت اللي كتختار يا سالاد غيس ولا سالاد ماروكان بطون ولا لي بات بيني كيف خديتو انا. وكتكون معاه حتى دومي طورطيه. البلا كان بنين بزاف وحتى لي بات كانت فيهم ديك الصوص العجيبه والطورتيه كانت زوينه وبنينه وعجباتني الفكره ديالها حيت اغلب لي بلا اللي كاينين في المطاعم كيتقدموا بالفريت. وكيبقى الثمن بهذا الشيء كامل هو 55 درهم. ساندويتش بولي كريسبي الرينكون واللي بالامضاء ديال المطعم. وكان ليا الشرف نكون انا اول واحد غادي نجرب هذا الساندويتش اللي يلاه غادي يتزاد في الموني. وكيجيب الخبز الشباطه اللي كيكون في ميزون وكيجيب جوج انواع ديال الفرomاج الشيدار والبارميزون، ستيك بولي باني بلا شابلور ديال المايز، خص والمطيشه والاونيون كراميليزي. وكتكون معاه حتى الفريت اللي حتى هي في ميزون. الساندويتش كان سامبل ولكن فيه واحد البنه خطيره انا متاكد باللي ما غاديش تعرف ديالاش واش البولي ولا الصوص ولا الفرomاج ولا ديك المايز ديال الذره فيها شي سر، ولكن اللي متاكد منه هو غادي يعجبك بزاف. والثمن ديالو هو 45 درهم. وقبل ما ندوزو للديسير اجي نكتشفوا هاد البيتزا اسبانيول غامباز واللي حتى هي كتجيب هاد الكميه اللهم بارك والشكل الجميل اللي كيشهي بلا بات سيسيليان واللي حتى هي في ميزون بصوص بيستو الموتزاريلا والفلفله والكروفيت. ولا قلت لك الكروفيت فراه الكروفيت ديال بصح ما بين كروفيتا وكروفيتا كتلقى كروفيتا. اما المذاق فراه مغاير على البيتزا اللي كنعرف. البنه حاضره وقويه وتستاهل تجرب والثمن ديالها هو 70 درهم. وكاينه حتى بالبولي والطون والبولونياز وزيد. واخر حاجه غادي نكتشفوا اليوم هو الديسير الرينكون اللي بالامضاء ديال المطعم اللي كيوجد في المطعم بالبسكوي واللوز والفرomاج بلون والشوكولا بلون والكراميل. هو في الصراحه كيتقدم بارد بزاف وديال هاد الصاد وفاش غادي تذوقوا ما غاديش تحبس حتى تكملوا. ولكن الا بغيتي تتبنن وتتمتع اكثر خليه شويه عاد بداه بالصحه والراحه. والثمن ديالو هو 30 درهم. الاخوان المطعم كان زوين بزاف والديكور فيه خطير ديال السطوريات وداكشي. اما الخدمه كانت واعره بزاف وخصوصا ان صاحبه المطعم هي اللي كتستقبل وكتخدم الزبناء بايديها. البشاشه والضحكه في وجوه الزبناء وضروري تسولك واش مرتاح ولا واش خاصك شي حاجه. القائمه ديال المطعم كانت كبيره بزاف فيها لي سالاد لي بلا بالكروفيت رويال والاسبادو لي ساندويتش ولي باستيشيو الطواجن وحتى لي بات على الاشكال والانواع. ما قدرتش نجرب كلشي ولكن ضروري تكون لينا عوده لهذا المطعم المتميز. تقييم التجربه هو 9/10 وكنصحكم تجربوها. غادي نتسناكم تكتبوا لي لتحت شكون جرب هذا المطعم واشنو الراي ديالكم فيه وتقولوا لي اش من مطعم تبغوا نجرب ثاني. كان معكم اشرف من صفحه اشرف هلاك وما كاينه القصه خويا وتهلاو.